أكبر عقيقة في مصر 100 عجل، علف ذرة و50 خروف و100 فرخة. كل دول اتصفوا في الآخر لحوم لعقيقة أحفاد واحد من كبار محافظة كفر الشيخ. إيه حكاية العقيقة دي وإزاي الناس عملت أكل يكفي مليون شخص؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. في ناس لما تفرح بابنها بتجيب له هديه، وفي ناس تانية بتعمل حفله بسيطه، لكن عيله الحاج عبد الله الكواتيحي من كفر الشيخ قررت تحتفل باحفادها بطريقه عمرها ما اتعملت قبل كده في مصر كلها. العقيقه دي مش مجرد عزومه، ده حدث تاريخي. 5 فدادين بالكامل اتحولوا لمهرجان اكل وضيافه، 3 خيم عملاقه كل خيمه منهم 19000 واحد في الاكله الواحده، يعني ببساطه يشيلوا نص وجه بحري كله. الاكل حاجه ولا في الخيال، المطبخ اتعمل لوحده على 3 فدادين. الشيف علاء عبد المطلب واولاده احمد ومحمد مسكوا القياده وقرروا يعملوا اكل يكفي مليون بني ادم. تخيل معايا 11 عجل كاملين، 5 خرفان، 100 فرخه، خدوا بالكوا دول اللي اتقالوا بس، ويقال ان كان في ضعفهم كمان في العقيقه دي، بس في محاولات للتعتيم شويه. المهم كل نوع من انواع اللحمه اللي ممكن تتخيلها كان موجود، لحمه مشويه، بارده، شيش طاووق، موزه، فراخ مشويه، محاشي، خضار، بوفي حلويات شرقيه وغربيه بمكسرات افخم من اي فندق 5 نجوم، والتنظيم متكامل. 50 شيف وعامل كانوا شغالين من اول طلعت الشمس، صف طوله 100 متر مليان حلل اكل، واوضه كامله مليانه اقفاص لحوم عشان كل حاجه تكون جاهزه في وقت قياسي. المعازيم مش بس اهل البلد، لا، العقيقه دي كان فيها شيوخ عرب، خليجيين ورجال اعمال كبار، كلهم شهدوا ان دي اضخم واغرب عقيقه في تاريخ مصر. طبعا السوشيال ميديا اتشغلت بالكلام ده، والناس بتسال سؤال واحد: العقيقه دي اتكلفت كام؟ وهل فعلا الرقم دخل في مليون جنيه؟ الحقيقه ان لو الارقام اللي اتذكرت دي وتداولت بشكل صحيح وواسع، فما تستبعدش انها ممكن تجيب 10 مليون جنيه اصلا، مش مليون واحد. العقيقه دي مش مجرد حفله، ده حدث استثنائي قلب السوشيال ميديا كلها، وكل اللي حضروا قالوا عليه اضخم عقيقه شافوها في حياتهم. اما البوفيه حاجه تانية خالص، 8 بوفيهات كل واحد فيهم طوله 200 متر ومليان بكل ما لذ وطاب، واي حد يدخل كان بياخد نص ساعه على الاقل عشان يلف البوفيه بس. ضيوف من كل حته، واضح ان الحاج عبد الله الكواتيحي معارفه مش بس من كفر الشيخ ولا حتى من مصر بس، لانه عزم شيوخ عرب وخلايجه وكبار شخصيات من كل مكان. واول ما دخلوا اسوان انبهروا بالمستوى اللي كان معمول بيه العقيقه. مفيش شك ان المصريين معروفين بالكرم، بس اللي حصل هناك كانت حاجه فوق الوصف. الاكل، الصوان، التنظيم، كل تفصيله كانت معموله باعلى مستوى، وده مش غريب على الشيف علاء اللي معروف انه في اي مناسبه بيكون هو المسؤول عنها بتطلع عظمه. والموضوع ما عداش مرور الكرام على السوشيال ميديا، الفيديوهات والصور اللي انتشرت على العقيقه خلت الناس تتكلم عن الحدث كانه حفله افتتاح مهرجان دولي مثلا، وكل الناس بتسال نفس السؤال: انت بقى قول لنا صرفت كام على اسبوع او عقيقه ابنك؟ في انتظار اجابات حضراتكم في التعليقات، وما ننساش برضو نبارك لهم على العقيقه دي، وربنا يفرح الجميع باولادهم واحفادهم.